ضربتيه؟ ضربته، هو حاول يمد ايده عليا فضربته. طب لو الشخص اللي مرتبطه بيه قال لك ما تنزليش باللبس ده هتعملي ايه؟ لا ثانيه واحده ثانيه واحده، يعني ايه يقول لي ما تنزليش باللبس ده؟ مش هسمح له اصلا. تختاري الشخص اللي بيحبك ولا اللي بتحبيه؟ اللي بيحبني طبعا. كلنا بنطالب الفنانه غادة عبد الرازق بعمل كورسات لفنون الرد وازاي تكوني ست قويه، وطبعا هتكون للبنات فقط. اصل غدغوده بتعرف ترد ردود في الصميم من غير ما توقع نفسها في غلط او حوار، ما تعرفش تزنقها زنقات من اللي بتطلع بيها بسبق صحفي. دايما هتلاقيها عارفه هي بتقول ايه والمين، والاهم من كل ده ان هي ست بتعرف تاخد حقها وما بتسمحش لحد يدوس لها على طرف. حقيقي قدوه في اخدان الحق. بتضرب الضربه وباثبت بقى ان هي، مع انك بتبقى متاكد ان هي، بس اثبت بقى. يعني لو داخله اي خناقه استعيني بغادة عبد الرازق وهتشرف. كفايه انك تستحضري مكنون شخصيتها بس هتطلعي كسبانه وقتها. ما بتدخلش اي صراعات تخرج منها خسران، عقلها حاضر في العاطفه اللي سايقاها. ومع كل ده هتلاقيها فنانه هاديه مش متواجده في المهرجانات، ولا هتلاقيها بتشارك في اي فعاليات ليها علاقه بالفن رغم انها تستحق تكون موجوده. شاغله بالها مين اتكرم مين ما اتكرمش، مين حضر مين ما حضرش. الحته دي هي في حالها جدا، صريحه وواضحه، بتقول اللي عندها من غير اي خوف ولا بتعمل حساب لحد، مش بتزوق الكلام خالص. انت صرحتي وقلتي كذا، انا قلت كذا. عندك خلافات مع مش عارف مين، فعلا متخانقين. حتى في التلقيح مع اللي زعلانه منهم هتلاقيها صريحه وواضحه. اما بقى لو دخلت على الانستجرام بتاعها هتلاقيها عامله جو اسري جميل، بتحب تقضي معظم الوقت مع بنتها واحفادها. هتلاقي البروفايل بتاعها شبهنا جدا، هتلاقي صور خروجات ليها، السيشنز اللي بتعملها، صور لبسها، شغل جديد ليها، ريلز مع احفادها. غادة عبد الرازق ميكس غريب كده، ليدي بس ست قادره، كبرت او صغرت فهي مز. شكلها بيتغير على مدار السنين والادوار اللي بتعملها، ما تلاقيش دور شبه التاني. الحاج متولي، البطنيه، السيده الاولى، حدوته مره، تلت التلاته. واثقه من نفسها جدا وشيك جدا جدا، وحرفيا كل حاجه بتليق على غادة عبد الرازق. تحسها ست ناعمه وجميله بس برضه قويه وقادره. كل الدعم يا مزه، كل الدعم يا قمر. انا عارفه ان بنات كتير نفسها تبقى في نفس قوتك، بس نصيحه ليكي خليكي في شخصيتك احسن. بس استحضري غادة عبد الرازق في فنون الرد بس، ووقتها قيمي مين اللي يستحق يترد عليه الردود دي. وعلشان كده بنطالب غادة عبد الرازق لعمل كورسات لفنون الرد، طبعا للبنات بس. لو فعلا ده حصل مين هيجي ويحضر؟